النهاردة السلسلة المعتادة سلسلة ثرو باك، وإن شاء الله يكون فيديو النهاردة حلو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة، وانزل تحت دلوقتي واعمل لايك للفيديو. والنهاردة السلسلة بتاعت ثرو باك بتتكلم عن إليمينيشن تشامبر 2010 والماتشات اللي فيه. إليمينيشن تشامبر للرو وإليمينيشن تشامبر لسماك داون ودرو ماكنتاير ضد كين. Welcome to Throwback Series. بدأ الماتش الأول معانا على لقب العالم، وهو جون سينا دخل أول واحد، تيد ديبياسي دخل تاني واحد، الفايبر راندي أورتن ذا ليجند كيلر تالت واحد، وشيماس بطل العالم رابع واحد. وبعد كده كان بيرازف تريبل اتش وجون سينا، وبدأ الماتش على طول كوفي كينجستون وشيماس في البداية، والماتش روعة جدا. وبعد كده دخلهم تريبل اتش وحط على شيماس شوية، وكوفي كينجستون خد فرصته برضو شوية. وبعد كده دخل راندي اورتون على طول ودمر تريبل اتش ودمر كوفي كينجستون ودمر شيماس، والماتش جامد. وحدف تريبل اتش في الحديد، وهنا كوفي كينجستون خد فرصته عليهم. وبعد كده دخل الجريتست اوف اول تايم جون سينا، وهنا اتحد تيد بياسي وراندي اورتن مع بعض لان هما كانوا فريق قبل كده. وجون سينا طبعا مش طايق راندي اورتن ولا طايق تيد بياسي، وبيتخانق معاهم. وفي الاخر تيد بياسي غدر براندي اورتن وثبته وطلعه. ويعني اللقطة دي كانت وحشة جدا، اللي هو ازاي واحد زي راندي اورتون يطلع كده وبالطريقة دي. وراندي اورتون طلع، وبعد كده شيماس ثبت كوفي كينجستون وطلعه، وتريبل اتش عمل بيدي لشيماس وثبته وطلعه. وكده يتبقى جون سينا وتريبل اتش وخلاه يستسلم، وجون سينا كسب بالمباراة. ولكن دخل زفت الفنس زفت ماكمان، وقال ان باتيستا هيدخل دلوقتي يلعب جون سينا على اللقب. وفعلا دخل باتيستا وما خدش حاجة، هي سبير واحدة وباتيستا بومب واحدة، وبس كده. باتيستا عدى 3 على جون سينا وكسب وبقى بطل العالم الجديد بدل من جون سينا. الماتش التاني وهو ماتش حلو برضه بالنسبة للعرض، وهو درو ماكنتاير وكين. دخل درو ماكنتاير ودخل كين على الانتركونتيننتال تشامبيون، وكان الماتش حلو قوي، وضربة من ده وضربة من ده، يعني كان الماتش حلو ومشي حاله. ولكن ماكنتاير كان مستهدف لكين رجله بالظبط. وطبعا ماكنتاير احنا كلنا كنا بنقول كين، ولكن ماكنتاير طبعا فاجئ الكل وعمل أداء مشرف جدا في الماتش ده وحط على كين. ويعني كين برضو لعب مباراة حلوة أوي، بس ماكنتاير يعني كان أداؤه عالي الصراحة ويستحق إنه يفوز باللقب أو يحافظ على اللقب. ولكن الماتش كان متكافئ بين الاتنين، وكين ضرب ماكنتاير وماكنتاير ضرب كين. ويعني الماتش كان حلو أوي، والاتنين حطوا على بعض، وكانت يعني كان الماتش جامد جدا. ولكن ماكنتاير خلصها في الآخر وعدى 3 على كين وكسب واحتفظ باللقب، وانتهى الماتش ده. وبكده يكون تاني ماتش معانا في العرض انتهى. تاني آخر ماتش معانا وهو الماتش اللي فيه الأندرتيكر، الماتش الجامد، وهو الإليمينيشن تشامبر لعرض الرو. وهو ماتش جامد. بدأ الماتش سي ام بانك وارتروس، وبعد كده دخلهم ميستيريو وعملوا ماتش حلو قوي، في هاي فلاير وفي ضرب وفي كل حاجة. وبعد كده سي ام بانك فضل مركز مع ري ميستيريو، فضل يضرب فيه مرة في الحديد، وفي الآخر ري ميستيريو راح يثبت وطلع سي ام بانك ازاي ما تعرفش. بعد كده جيريكو دخل ومسك ري ميستيريو برضه، وبعد كده دخلهم جون موريسون ومسك هو وجيريكو في بعض، وري ميستيريو برضه حتة هاي فلاير من هنا، هو وجون موريسون مع بعض كده هاي فلاير. وطبعا الماتش كان حلو أوي وماشي لحد دلوقتي تمام، ما عدا إن ري ميستيريو طلع سين بانك، وبعد كده دخل الأندرتيكر، وما تبقاش غير الأندرتيكر وجون موريسون وجيريكو، وهما الاتنين اتفقوا عليه. وبعد كده طلعوا جون موريسون وجيريكو والأندرتيكر هما اللي اتبقوا في الماتش. وبعد كده الأندرتيكر وجيريكو فضلوا يضربوا في بعض، والأندرتيكر كان مسيطر أغلب الوقت، لكن جيريكو برضو خد فرصته وحاول يخلي الأندرتيكر يستسلم. ولكن طلع شون مايكلز وضرب الأندرتيكر واحدة سويتشين ميوزك، وبعد كده جيريكو استغل الفرصة وثبت وفاز جيريكو بالماتش. ومن هنا بدأت عداوة
الأندرتيكر وشون مايكلز في راس المنيا 25. تلاقوني سايب لكم اللينك بتاع الثروباك بتاعها تحت في الوصف، روحوا اتفرجوا عليها لو ما اتفرجتوش. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده الفيديو خلص. سلام.